السلام عليكم، مرحبا بكم، إن شاء الله تكونوا بخير وبصحة وعافية. آه، اليوم جبنا لكم طريقة تخزين الطماطم. 4 ولا 5 أنواع من التخزين. أول حاجة نصلوا على الرسول عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بعد ما جبنا الطماطيش نغسلوها مليح الغسلة الأولى. الغسلة الثانية نديروها في شوية ماء وخل، نخلوها واحد 4 دقائق 5 دقائق ونعاودو نحوها من الماء والخل ونحطوها تقطر ونبداو نخدمو فيها. نحو لها القشرة تاعها. عندنا الطريقة الأولى نحوها القشرة والزريعة. ونقطعوها هكا عشوائي وخلاص. نقطعوها كيما هكذا، ديريها في قدرة ولا كوكوطة ولا، ونحطوها طيب على نار قليلة حتى طيب كامل. نهار اللي طيب كامل نصفوها ودوك نوريلكم معانا. هذه نديرو بها صلصة البيتزا ولا نديرو بها صلصة الطماطم اللي نخبوها. ديري بها كلش، نديروها في العدس، في اللوبيا، في اي حاجه اي حاجه طيبي بها طماطيش. لي بلا تاع الفور. المهم صلصه الطماطم. عندنا القشور تاع الطماطيش اللي نحيناهم، هادو نخدموا بهم طماطم مصبره. هادو نخدموا بهم طماطم مصبره، نحطوهم كيما هكذا فوق الفرن يطيبوا على نار قليله. كي يطيبوا كامل نرحوهم بالبرا ونخرجوهم في الصفايه. تخرج لنا الطماطيش تكون شويه ثقيله، نكملوا نحطوها على النار حتى تثقل كيما الطماطم المصبره. ودوك نشوفوا في الفيديو مع بعضنا. اما هذه انا نقطعها هاك صغيره وهكا خضره، ما نطيبهاش، نعمرها في هذا العلب. هذه نديروا بها تكتوكه، نديروا بها الطماطم نحطوها فوق الفلفل المقلي والباذنجان المقلي، شطيطها تاع فلفل وشطيطها تاع طماطيش تاع باذنجان. نديروها تكتوكه بالثوم والبيض. المهم نديروها مع الفلفل المشوي والباذنجان. المهم عندنا واش نديرو بها، نحطوها كيما هكذا، ما نطيبوها ما والو، نحطوها في البايض ونديروها في الكونجيلاتور. الطريقه الرابعه، تغسلي الطماطيش وتقطريها مليح، تمسحيها وتخبيها كيما راهي في الكونجيلاتور حب حب. نهار اللي تحتاجيها شلي جبديها، حطيها في الماء سخون واحد 3 دقائق 4. تتنحى القشره تاعها وحدها وتديكونجلا هي. تحكمي ديريها في البرام وترحيها وتزيديها ثان. ترجع لك صلصه الطماطم بصح ماشي طايبه، تزيديها في اي حاجه، في الحريره، في اللوبيا، في العدس، في ما على باليش انايا، في اي حاجه تحتاجي الطماطيش فيها. يعني رجعوا عندنا لهنايا صلصه البيتزا، صلصه الطماطم، طوماطيش تاع تكتوكه والطوماطيش مصبره والطوماطيش تخبيها كيما راهي في الكونجيلاتور. ان شاء الله يكون هذا الفيديو شامل وكامل جميع انواع الطماطم. دوك نطيبوا الطماطيش هذه، القشور تاع الطماطم وهذه صلصه الطماطم، ونوري لكم كيفاش نديروهم مع الاخر. بعد ما طيبنا الطماطيش، ما حبيتش ندير معكم كلش، الفيديو يجي طويل. درنا طماطم مصبره ودرت الصلصه تاع كلش. هاي وين الصلصه، هاي وين هذه اللي قطعناها عشوائيا، قطعتها برك خليتها طابت. زدت لها الفرنو، كي تبدا تغلي نقصي لها وخليها طيب. كي تحسيها طابت يبقى فيها الماء تاعها اللي تخرجوا، حكمي ريحيها كامل بربره. تحبي تصفيها، تحبي تخليها كيما راهي، انا نصفيها نحبها تجي كيما هكا. عاودي ديريها تغلي، ما تخليهاش مايها. شوفي كيفاش ثقيله، ماهيش ثقيله بزاف صح، شوفي كيفاش راهي. هذه تحبي تخدمي بها كلش، حتى صلصه البيتزا كي تحبي ديريها تجبدي برك وديري شويه ثوم، شويه الزعتره، شويه وديري من هذه الصلصه. المهم لهنايا ها هي جات ما شاء الله. درنا الطماطم مصبره، هذوما القشور اللي قلت لكم طيبوهم، انا درتهم طابو، كي شفتهم خلاص طابو رحيتهم وعاود صفيتهم كامل بالصفايه يخرجوا لي هذو القشور. راك تشوفوا هذا واش خرجوا لي القشور، سيبيهم في الصفايه. والطماطيش كامله تهبط هنا، عاود حطيتها فوق الفرن وخليتها تقالت. راك تشوفوا الله يبارك، طماطم مصبره خير من تاع الزنقه اللي نشروها. شوفي كيفاش حمراء، خاطش الطماطيش دوكا وقتها وراهي حمراء ما شاء الله. شتي شحال ثقيله، تاع علب وخلاص. هذه الطماطيش اللي وريتها لكم مقبل قطعتها صغيره، نحيت القشور تاعها قطعتها صغيره. اني جمدتها، انا درتها البارح، شوفوا درتها البارح ديريكت في الكونجيلاتور. حطيتها في هذو لي بواط، وكي تحطيها ما تخليش فيها الهواء، زيدي عبزي بطاطا اخرى كيما هكا تخرج كامل الهواء وغلقيها.
انا درت 350 غرام في كل علبه. الاحتياج تاعي كي نحب ندير تكتوكه ولا ندير شي حاجه، هذا هو احتياجي. خرجوا لي 9 بايط من هكذا، 350 غرام. والطوماطيش هذه المصبره خرجت لي كيلو و400، كيلو و400 غرام. هذو القشور خرجوا لي كيلو و400. وهذه الصلصه خرجت لي 3 كيلو، 3 كيلو 500. يعني النتيجه كامله تاع الطوماطيش هذه اللي خدمناها 8 كيلو. انا شريت 15 كيلو، خرجت لي 8 كيلو. زعما هنا الواحد يبدا يتساءل، اسكو رانا خارجين فيها كي نخدموها ولا لا؟ جاوبوني عليها في التعليقات. قولوا لي اسكو مليحه واحد يخدمها ويخبيها ولا يستنى يشريها ديريكت. انا بالنسبه لي هذا عباره عن تحضير مسبق، يعني نوجدها ونحطها نتهنى ذاك النهار كي نروح نخدم نجبد برك ونحط. تبقى اسكو خارجين فيها ماشي خارجين فيها الله اعلم. مهم هذه الطوماطيش تاعنا. عندنا طماطم مصبره، عندنا تاع تكتوكه، تجبدي برك وتحطي وتكون فيها استعمالات بزاف. وعندنا الصلصه لجميع الاستعمالات حتى للبيتزا. يعني شحال من عندنا 2 3 4. واللي عيانه ولا مريضه ولا ما قدرتش تخدم كامل وحابه دير تخزين طماطم، غسليها وحكمي، خليها تقطر مليح ولا مسحيها وخبيها ديريكت في الكونجيلاتور. نهار اللي تحتاجيها تجبديها ديريها في الماء سخون، تتنحى القشره تاعها واستعمليها كما تحبي. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تاعنا، ان شاء الله نكون عطيت لكم جميع المعلومات على الطماطم. ان شاء الله تجربوها، ان شاء الله تقولنا في التعليقات اللي عجبتكم الطريقه ولا لا. ما تنساوناش بلايك واشتراك وبارطاجيو القناه تاعنا، بارطاجيو هذا الفيديو مع اصدقائكم العائله باش يستفادوا. رانا دوكا في وقت الطوماطيش راه يدير 4000 5000، بالك تدي عليه كميه كبيره قادر يحسبها لك حتى 3000 ونص. ماذا بكم خيروا ديك الطوماطيش الملحمه، ما تديش هذيك الطوماطيش الطايبه هذيك اللي خلاص ما فيها والو، فيها غير الماء هذيك. دير ديك الطوماطيش تجي حمراء وشابه. ما تنساوناش بلايك والسلام عليكم.